اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهارده رابع يوم في عمر الكتاكيت بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله اوزانهم كويسه، حجمهم كويس. طيب الرابع يوم النهارده اليوم الرابع، هو من اهم الايام او اهم الايام كلها، هو الاربع ايام الاولانيين او الاسبوع الاولاني كله. ليه؟ ان الفرخ بيبدا يتحول معاك، لازم بعينك عليه تعرفي ان الفرخ بياكل الاكل ده بيحوله لحم او بيحوله ريش. بيحوله ريش ازاي؟ انك تلاقي الفرخ صغير، كتكوت صغير جدا ريشه اصفر لسه وبيحول ريش. يبقى معنى كده ان الفرخ ده مش دافيان، العلف بتاعه مش كويس، المهم ما بيحولش لحم. لازم بعينك على الفرخ وتعرفي هو ماشي بيحول او ما بيحولش. يعني مثلا زي الفرخ ده هوريهولكوا حالا دلوقتي. الفراخ بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله قلبظت، يعني بالفلاحه كده بالبلدي كده قلبظت، والريش الابيض طالع صغير في جناحه، يعني مش كاسي، يعني الفرخ مش كاسي ريش، لسه الريش الاصفر فيه اهو مش كاسي ريش. معنى كده ان الفرخ ده بيحول. بسم الله ما شاء الله المؤخره بتاعته ناشفه والفرخ نظيف وزي الفل، وريشه اصفر معاكم اهو، والجناح بدا يطلع ريش وقلبظ، يعني ملا ايدي. معنى كده ان الفرخ ده بيحول لحم، الفرخ ده بيحول يوم عن يوم بيزيد. لازم بعينك على الفرخ وتعرفي الفرخ ده بيزيد او ما بيزيدش. طيب احنا مستمرين على ايه؟ احنا مستمرين على ان بننزل في الميه الدواء الاستقبال. اهم حاجه في دواء الاستقبال هو المضاد الحيوي. المضاد الحيوي اهم حاجه، ان المضاد الحيوي بيقضي على السالمونيلا، بيقضي على التنفسي، يعني بيحسن التنفس وبيحسن معه، وبيمنع ظهور السالمونيلا على الفرخ. السالمونيلا ايه؟ هوريها لكم حالا. لو في فرخ معايا هوريكم السالمونيلا، هي ظهرت عندي بس انا نزلت لها مضاد حيوي فورا اهو. ده هو السالمونيلا، هي ناشفه معايا اهي، بس انا نزلت مضاد حيوي فورا. يعني وقت تظهر فرخ واحد تبدا الفراخ كلتها تتعدى. ساعه ما بدات تظهر الفرخ ده نزلت على طول مضاد حيوي في الميه، اي مضاد حيوي بس تكون بيطري، يعني تروح عند اي دكتور بيطري وتجيب من عنده مضاد حيوي مع فيتامينات. الفيتامين أ د 3 اهي، بس مضاد حيوي هو اهم من الفيتامينات. الفيتامينات هي الحاجه الوحيده اللي بتعملها ان بتخلي الفرخ يحب الاكل، يحول معاك بسرعه، نفسه تتفتح على الاكل. لكن المضاد الحيوي بيقضي على السالمونيلا، بيحسن التنفس وبيحسن المعون. طيب انا مستمره على ايه النهارده؟ مستمره لسه على البيضه في العلف، وزودت لها مكون تاني. الميه هي دواء الاستقبال اللي هو فيه مضاد حيوي والفيتامين أ د 3 اهي، سقوه وسقوه. انا نزلت بقى في العلف، بدات احط لهم خلطات اهوت. العلف معايا اهوت، ده كميه العلف اللي هم هياكلوها دلوقتي. طبعا ناسف على الاضاءه، لان الاضاءه صفرا، اللون صفرا زي ما انتم شايفين كده، فهي عكس الاضاءه معايا. دي شويه العلف اللي هم هياكلوهم دلوقتي. طب انا عملت لهم ايه؟ دي اهي، دي بيضه. عملتها ازاي البيضه دي؟ عامله زي المقليه كده، زي الاومليت. البيضه دي شويه ميه، معلقتين 3 ميه في قلب الطاسه الصغيره ديت، ونزلت عليهم البيضه يعني بسرعه، يعني زي المسلوقه بالظبط، بس عشان تسعفني معايا اكتر من المسلوقه. يعني انا معلقتين 3 ميه ونزلت البيضه عليها فاستوت اهي. استوت البيضه. وانا هنزل ايه مع البيضه؟ هقول لكم هنزل معاها ايه، بس ايه اخلص البيضه من البيضه. هنزل مع البيضه ده بصله مفرومه. بقى انا نزلت بصله اهي، بصله مفرومه ناعمه مع البيضه، وهقلبهم كويس مع بعض، وهقلبهم في العلف. اولا البصل ده مضاد حيوي، لان الجو متقلب جدا اليومين دول، ولازم تقفلي على فراخك كويس، يعني بتخلي لهم حته صغيره جدا، مجرد انها تهوي تطلع السخن اللي من الاوضه وتدخل هواء ساقع على ارتفاع من اعلى. وهي مضاد حيوي جميل جدا البصل اصلا، وفاتح شهيه جميل جدا ممتاز. والبيضه زي ما قلت لكم قبل كده ان البيضه بروتين عالي اهو. انا قلبتها كويس وهحطها لهم هياكلوها. ده شويه العلف اللي هم هياكلوهم دلوقتي، انا هوزعهم دلوقتي حالا في العلافات دي. وقلت لكم على ان الاربع ايام الاولانيين هم من عمر الفرخ، يعني لازم يبقى عينك على الفرخ تبشريه. الفرخ ده بياكل بيحول ولا بياكل يطلع ريش؟ لو بياكل يطلع ريش تعرف ان الدوره بتاعتك مش ناجحه، لكن بياكل بيحول لحم يبقى الدوره بتاعتك ناجحه باذن الله وزي الفل. يا جماعه لو وصلتوا معايا الفيديو لغايه دلوقتي تعملوا لايك للفيديو، وما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.